في مثل يقول باب النجار مخلوع، وللأسف تقدر تطبق هذا المثل بحذافيره على وكالات التسويق الموجودة في السوق اليمني. يعني تلاقيها بتعلن عن نفسها أنها تسوق لناس وتعال نحقق لك نجاح تسويقي، لكن للأسف طريقة تسويقهم نفسها فيها مشكلة. على العكس، تخلي الواحد ينفر من طريقة التسويق هذه، سواء باستخدامهم للباقات حق سوق الملح اللي تكلمت في فيديوهات سابقة عنها، أو استخدامهم لمحتوى ركيك ما بيعبرش أصلا عن القيمة اللي بيقدموها، أو لأي سبب من الأسباب. أنا لست ضد أن تعمل في مجال الإعلانات، بل جرب واشتغل، لكن باسمك وكالة تسويق وتدعي أنك تعمل كل شيء حرفيا وأنت أصلا ما أنتش مضبط وضعك التسويقي، وبتعلن لنفسك وبتسوق لنفسك بأسلوب يعني ولا بريال. أنا أقول لك لا، فعلا باب النجار مخلوع وقتها. لازم انك تضبط بابك وتأمنه قبل انك تدور تصلح ابواب الناس، ولازم انك تسوق لنفسك بطريقة احترافية وتظهر قدراتك في تسويقك لنفسك، وبعدين تفكر انك تدخل في تسويق خدمات الناس ومنتجات الناس. وجرب وخذ التجربة وربي يوفقك. إذا حاب إني توصلك مزيد من هذه المحتويات ومزيد من هذه النصائح، سجل إعجابك بصفحة آل أحمد، وإذا عندك أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي تحت التعليقات، بإذن الله برد عليك. بالتوفيق.